تعالوا اقول لكم من فرخة مسلوقة بايتة في التلاجة من بالليل هنعمل بيها اكلة جديدة. كل اللي هيشوف الصينية دي ويدوقها عمره ما هيفتكر ان الفراخ دي كانت بايتة. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم وما تحرمش من الكومنتات واللايكات بتاعتكم. خليكم معايا لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللي ما تابعنيش لسه على صفحة الفيس طبخة وشنطة يتابعني ولايك وشير كتير، ونسمي الله ونشوف الحلويات دي عملناها ازاي مع بعض وهتدعولي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفرخة اللي كانت مسلوقة عندي في التلاجة. يوم ما سلقتها غيرت الاكل فاضطريت احطها في التلاجة وعملتها تاني يوم. ودي طماطم كانت في التلاجة عندي، حطيت عليها طماطمتين كانت متحدقة بتوم، ما رميتش اي حاجة. هضربها في الكبة بالثوم بتاعها بالتوابل بتاعتها بطماطمتين كمان زي ما انتوا شايفين، ومعلقتين فلفل هريسة. وفي قلب صينية قطعت كام بطاطساية على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها، وفلفلاية بتدي طعم حلو قوي لصينية البطاطس. وهنزل عليها بالطماطم اللي انا ضربتها وهسيب شوية في قلب الخلاط. هقول لكم هنستخدمها في ايه. وده بصل من اللي احنا مفرزينه كنا مع بعض، خدت منه معلقتين. يعني الصينية دي كلها من حاجات في قلب التلاجة كانت عندي، ما عملتش اي مجهود في اي حاجة غير ان انا ضربت الطماطم. هنزل كده بالبصل بتاعنا اللي انا مفرزاه معاكم، وكام معلقة زبدة زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا ضربة الطماطم بالهريسة بدون اي مية ولا اي حاجة، ضربتها في الكبة. هرفعها على النار معاكم وهضيف لها كبشتين شوربة زي ما انتوا شايفين. دي الشوربة اللي انا كنت سلقة فيها طبعا الفراخ. تمام كده، واسيبها تغلي على النار. اديها تقليبة كده، اسيبها تغلي على النار واضيف البهارات اللي محتاجاها. اهي ابتدت تغلي. البهارات بتاعتنا هتكون كالاتي: فلفل اسود، ودي تقليبه حلوه كده. ابتدت البطاطس تدخل في سوا. شويه كمون صغيرين ما بكترش. وطبعا انا ضفت كمان ملح. خلاص البطاطس مجرد ما خلاص تقريبا فاضل لها 5 دقايق او 7 دقايق، انا حطيت الفراخ عليها، وبقيه الصلصه اللي انتوا شايفينها دي حطيتها على الفراخ، ودلكت الفراخ كده بيها من على الوش. خليتها تاخد يا دوبك دقيقه بالظبط على النار، ودخلتها على وش الشوايه وحطيت لها كام قطعه زبده كده على الفراخ تدي طعم زي ما انتوا شايفين كده. وهدخلها في قلب الفرن تاخد وش معانا لان البطاطس استوت. وكانت دي النتيجة زي ما انتوا شايفين. اقسم بالله كانت طعمها يجنن، كان طعمها تحفة، سهلة وسريعة وجميلة، ومن اكل يعتبر بايت من فراخ بايتة من عندك. يا رب تكون الطريقة بسيطة وعجبتكم، والف هنا وشفا، والسلام عليكم.